في قلب الصحراء الجزائرية، حيث تمتد واحات النخيل بين الرمال الذهبية، وحيث سكنت القلوب نور العلم والإيمان، تقع بلدة طمنطيط، إحدى حواضر العلم في منطقة توات. في هذه الأرض المباركة، وفي سنة 1299 للهجرة، ولد رجل سيصبح لاحقاً من أعلام العلم والزهد في الصحراء. إنه الشيخ سيدي أحمد ديدي البكري رحمه الله. الحمد لله. نشأ الشيخ في بيت علم وصلاح، فكان أول ما بدأ به حياته حفظ كتاب الله عز وجل، فتلقى القرآن صغيراً على يد الشيخ الطالب محمد بن الطالب عبد الواحد. كان الطفل أحمد شديد التعلق بالعلم، محباً للقرآن. مقبلاً على مجالس الفقه والنحو، وقد أخذ مبادئ العلوم على يد أخيه سيد البكري بن سيد محمد العالم، الذي كان من شيوخ الشورى في مجلس قضاء توات. وكان أخوه شديداً في تربيته وتعليمه، إذ كان يرى أن العلم لا ينال بالراحة بل بالصبر والمجاهدة. ويروى أن الشيخ أحمد وأخاه محمد الصالح خرجا يوماً إلى البساتين ليشاهدا موسم الحصاد، وتركا الدراسة. فلما عاد أخوهما ولم يجدهما غضب وانتظرهما، فلما دخلا الدار هم بتأديبهما، لكن أمهما تدخلت وقالت: إن كنت تضربهما من أجل العلم، فإني أرجو من الله أن يكون أحدهما حافظاً لكتاب الله، والآخر عالماً يخلف أباه. وكانت كلمات الأم تلك كأنها دعاء مستجاب. فما هي إلا سنوات قليلة حتى ظهرت ملامح النبوغ على هذا الفتى. وحين اشتد عوده وتأكدت ميوله نحو العلم، سافر إلى مدينة كوسان، التي كانت آنذاك من أهم مراكز العلم في الصحراء. هناك جلس بين يدي الشيخ الجليل سيدي عبد الله بن أحمد البلبالي، فأخذ عنه الفقه المالكي وأصوله. درس الشيخ مختصر خليل، وكان يحفظه حفظاً عجيباً، حتى قيل إنه يحفظه مع شرح الدردير كما يحفظ المرء الفاتحة من كتاب الله. ولم يقتصر علمه على الفقه، بل درس النحو والصرف واللغة، وحفظ ألفية ابن مالك وغيرها من المتون العلمية، كما درس المنطق والحساب، ووقف على كتب التصوف، ومنها الحكم العطائية للإمام ابن عطاء الله السكندري. كيف يحفظ هذا الشاب كل هذه المتون؟ وكان معروفاً بشدة ورعه وتقواه، حتى إنه كان لا يسلك طريقاً إذا كانت فيه نساء، خشية أن يقع بصره على ما لا يحل. وكان ذلك أحياناً يجعله يعود إلى بيته دون طعام، لكن أهل الحي لما علموا بذلك كانوا يخلون الطريق إذا مر الشيخ. وكان يقضي نهاره في بستان شيخه يذاكر ويحفظ، أما الليل فكان يقضيه في المراجعة والدراسة. وقد مكث في كوسان 5 سنوات كاملة لم يضيع فيها لحظة واحدة، حتى إن الطلبة كانوا في يوم الخميس يتركون الدراسة للراحة، لكن الشيخ أحمد لم يفعل ذلك مرة واحدة. وذات يوم سأل شيخه مسألة علمية، فتورع الشيخ عن الإجابة، فضحك بعض الطلبة استهزاء، فغضب الشيخ وقال لهم: إن هذا الذي رأيتموه منه اليوم سيبلغ في العلم مبلغاً عظيماً، حتى يعرف من السماء الحمام الذي يمر فوق بيته. وبعد 5 سنوات من الجد والاجتهاد، منحه شيخه إجازة مطلقة في العلم، وإجازة خاصة في قراءة صحيح البخاري.
ثم عاد الشيخ إلى بلدته طمنطيط، وحين وصل إليها بدأ مرحلة جديدة من حياته، فانشغل بتعليم الناس أمور دينهم. عاد الشيخ إلى طمنطيط ليبدأ فصلاً جديداً من نور العلم، وفتح مدرسة للعلم سرعان ما أصبحت مقصداً للطلبة من مختلف الجهات. وكان أول ما يسأل عنه الطالب: هل حفظت القرآن أم لا؟ فإن كان حافظاً بدأ معه دراسة الفقه والنحو، أما إن لم يكن حافظاً فكان يبدأ معه بكتاب ابن عاشر حتى يتم حفظ القرآن. والله إن وجه الشيخ يتلألأ نوراً. وكان مجلس درسه يبدأ بعد شروق الشمس، حيث يجلس الطلبة وقد حفظ كل واحد منهم درسه. وكان الشيخ إذا دخل مجلس العلم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يبدأ الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان يدرس الطلبة كتبا كثيرة، منها ابن عاشر والآجرومية وألفية ابن مالك ورسالة ابن أبي زيد القيرواني ومختصر خليل وغيرها من المتون العلمية. الطلاب افتحوا كتبكم عند باب الإيمان. الإيمان قول وعمل. وكان مجلسه يمتد أكثر من 4 ساعات متواصلة دون أن يغير جلسته، وقد ذكر طلبته أن ثيابه كانت تبتل من كثرة الخشوع والخشية أثناء الدرس، وكان لا يتكلم في مجلس العلم إلا بالعربية الفصحى، وكان يرى أن الطالب إذا تعود سماع العربية رسخت في لسانه وعقله. وكان الشيخ مع علمه وزهده مثالاً في التواضع، فقد كان أحياناً يصنع الشاي بنفسه لطلبته ويمازح الأطفال منهم. خذ يا فضولي يا صغير وتحب الشاي. نعم أحب الشاي. وكان يطعم الطلبة ويؤويهم في مدرسته حتى بلغ عددهم أكثر من 60 طالباً. كما أعاد قراءة صحيح البخاري في شهر رمضان المبارك، فكان يبدأ قراءته من منتصف شعبان ويختمه في 26 من رمضان. وكان يوم ختم البخاري يوم فرح لأهل طمنطيط جميعا، وقد تخرج على يديه علماء كبار، منهم الشيخ سيدي محمد بالكبير وغيره من العلماء والفقهاء. وكان الشيخ معروفا بالصلاح والتقوى، حتى رويت عنه بعض الكرامات، ومن ذلك أنه خرج يوما مع أحد تلاميذه في سفر، وكان الحر شديدا، فجاءت غمامة وظلت تسير فوقهما حتى وصلا إلى مقصدهما. وفي حادثة أخرى ضل أحد تلاميذه الطريق في عاصفة رملية، فسمع صوت الشيخ يقول له: اتبع ضوء المصباح، فرأى نورا يهديه الطريق حتى عاد سالما. وظل الشيخ سيدي أحمد ديدي يعلم الناس وينشر العلم ويخدم طلاب المعرفة سنوات طويلة. الحمد لله أفضل المحامد، والصلاة على سيد المرسلين. حتى جاء يوم الجمعة 16 من شوال سنة 1370 للهجرة. يا إخواني، نجتمع لنحتفل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ففاضت روحه إلى بارئها. ولما وصل خبر وفاته إلى القاضي محمد بن عبد الكريم بن عبد الحق، أغمي عليه من شدة الحزن. من مات الشيخ؟ ثم سافر مسرعا إلى طمنطيط، فكان هو من غسل الشيخ وصلى عليه. رحم الله الشيخ سيدي أحمد ديدي البكري رحمة واسعة، وترك لنا كلمات خالدة يقول فيها: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره،
وجعل فقره بين عينيه. ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه أمره وأغنى قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. ما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل.